بالنسبة للتنمية في جهة الكيف، نحن نقول لهم زيدوا نعاودوها انها ما قدم الى جهة الكيف لا يرتقي الى مستوى طموحات اهالي الكيف. اهالي الكيف عاشوا من التهميش والتفقير عقود وعقود، وهم جهة الكيف بادرت وخرجت في مظاهرات ومسيرات من اجل التشغير، من اجل الكرامه، من اجل التنميه في الجهه، الا انه من ولد التنميه نشوفوه اللي كان مع بن علي مازال متواصل في جهه الكيف، بل كان تزيد تشوف الصفحه اللي ظهرت البطاله هنا. نشوفوا نحن المشاريع الوهميه اللي سوقنا فيها هي من المشاريع الوهميه هي سراورتين اللي منذ عقود ويعملوا لنا في الغنية سراورتين، الا انه هذا مشروع وهم، لان ما زال في طور الدراسه. هم يقولوا لنا عندكم مشروع، الا انه ما زال في طور الدراسه ولم تستكمل حتى دراسه في المشروع هذا. بالنسبه للمشاريع اللي سوقوا فيها الاخرى هي لا توصف حتى بمشاريع، لانها من جملتها ان تهيئه مدرسه ابتدائيه يعتبر مشروع في جهه الكيف، وهذا عار على جهه الكيف بعد الثوره بعد 14 جانفي ان نوصلوا نحن هنا طالبوا بادنى قاعدين نطالبوا بادنى الحقوق. جهه الكيف جهه فلاحيه، وجهه الكيف تنجم تكون جهه صناعيه في علاقه بالفلاحه، تنجم تكون ثم معامل، تنجم تكون ثم مطاحن. هنا جهه الكيف الغريب في الامر ان من اكبر الجهات، باش ما نقولوش هي الاولى في انتاج الحبوب، الا ما فيهاش معناها مطاحن في الجهه دي، ما فيهاش معامل تنجم صناعات تحويليه بالنسبه غذائيه. دونك ثم مشاريع بالحق تستقطب وتخلق مواطن شغل، الا ان نحن نلاحظوه هنا فما بصراحه كانه فما تسويف علينا وفما مماطله علينا، وجهه الكيف من التفقير الى التفقر اكثر. ونحن هنا نشوفوا اللي كل المشاريع التي ادرجت، وانا سمعت مؤخرا اللي صارت جلسه في الولايه ويقولوا سنوافيكم معناها بالمشاريع، سندرس المشاريع. نحن ما زلنا في طور دراسه مشاريع على هيناتها وعلى علتها، هذه المشاريع التي لا ترتقي الى طموحات اهالي الكيف في التنميه والتشغيل.